بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل ما نبدأ نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أخباركم إيه؟ كيف أحوالكم؟ كيف شؤونكم؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي. يلا بقى ندخل في الجد على طول. أول حاجة أنا معايا هنا معايا حلة ومعايا جريلة ومولعة العينتين التانيين، وهنبدأ نشتغل عليهم. يعني من الآخر الأربع عيون شغالين. هنعمل ايه بقى في الاربع عيون دولت؟ هنعمل اكله كده من غير لحمه ومن غير فراخ، وحاجه كده سريعه خفيفه لطيفه كده على المعده، ونبدا نشتغل مع بعض ونقول يلا بقى بسم الله. انا ولعت هنا على بيض يتسلق. معايا الحله التانية حطيت فيها رز واسيبه لغايه رز، هطبخ رز. ومعايا هنا المقلايه، حاطه فيها شويه زيت، سايبه الزيت بس يتقدح. هنحط في الزيت هتشوفها. ومعايا هنا الصينيه الحبيبه قلبي ديتي، حطيت برضو فيها شويه زيت، وهتشوفوا برضو هنعمل فيها ويلا بينا نتفرج مع بعض ونشوف. وتابعوا انتوا بقى الخطوات واحده واحده وانا معاكم، ونتفرج سوا. ويا ريت يبقى في تفاعل على الفيديوهات، علشان الفيديوهات التفاعل بتاعها بقى وحش قوي. ونبدا ونقول صلوا على رسول الله. هنحط بقى في المقلايه اللي هي فيها الزيت ديتي. معايا هنا بقى بطاطس ده مقطعاه صوابع، هحمره. مش عايزه تقطعيه صوابع، عايزه تعمليه هقولك على طريقه حلوه قوي تعمليه بيها. البطاطس الصغير دوت، عارفينه الصغنن الخالص دوت اللي بيبقى جاي وانت بتشتري البطاطس، اصغر بطاطس دوت يلميه كله. اعملك حبه حلوين كده على قد طبعا ما هتاكله، ما تكترش عشان ما فيش حاجه تترمي. حطي اغسليه بس حلو الاول من الطينه اللي فيه او من الرمل. وبعد كده وبعد كده حطيه في ميه اسلقيه. ولما يتسلق 3/4 سوا، تقومي بعد كده شايلاه بقى من النار ومقشراه. هقول لكم بس الاول عملنا هنا. انا حطيت هنا في الصينيه دي بصلايه مفرومه، حطيتها بقى واسيبها لغايه ما تصفر حاجه بسيطه كده وانا بشرح لكم. قشريه. وقومي بعد كده هتجيبي في طبق تاني هتحطي 4 معالق زيت. هتحط عليهم نص معلقه ملح، نص معلقه صغيره، نص معلقه ملح. احنا اصلا سالقين البطاطس بملح، فاحنا هنضيف بس نص معلقه ملح علشان يبقى الملوحه بتاعته حلوه، طعمه حلو. على التوم هنحط نص معلقه ملح، نص معلقه فلفل، نص معلقه كمون. وهنقلبهم حلو، الزيت والحاجه دي كلها هنقلبهم في بعض. وبعد كده معانا البطاطس، هنقوم حاطين كل الخلطه ديت عليه ومقلبينها حلو. وهنقوم حاطينه على الصاجه بتاعه الفرن او في صينيه، وتكوني مشغله عليها الفرن وتدخليه في قلب الفرن وتسيبها لغايه لغايه لما تحمر من تحت ومن فوق. واحلى بطاطس تاكليها اسمها بطاطس سنجاري. في فيديو باذن الله هبقى اعملها معاكم. اللي في الصينيه هنا انا عملت انا حطيت طبعا بعد البصله مصفرت، حطيت حبه طماطم معصورين، يعني حوالي كوبايه طماطم معصوره، وحطيت عليها من كل حزمه كزبره وشبت اخدت حته. يعني مش اخده الحزمه كامله، انا اخده منها حته. وضفت لها ملح وفلفل وكمون وشطه. ومعايا دول الثلاث بيضات احطهم بقى عليها واقلبها. دي بقى بضع الجاي يعني. هنكمل بقى الوصفة دي كلها بقى مع بعضها. طبعا اللي عارف ومتابع، انا ما بغطيش الحلال في وقت التصوير، انا بغطيها بره التصوير علشان بنبان في الغطا. تمام يا حلوين؟ تمام يا امامير؟ قولوا تمام. اكله حلوه، اكله سهله سريعه، والله بجد سريعه. يعني انت لو شغلت عيون البوتاجاز كلها مره واحده والله هتخلصي بسرعه في ثواني. وبعدين احنا اي حاجه حتى لو صعبه برضو بنخلصها بسرعه. احنا ستات شطار. خلصت طبعا كله. وقمت بعد كده بقى هعمل معاكم طماطم ديت. كانت الله يرحمها يا رب، اللهم اغفر الله وارحمها وارحم كل ام متوفيه. قولوا اللهم امين. وادعوا لامهاتكم الام متوفيه ادعي لها، واللي ام موجوده ربنا يبارك له فيها ويخليها له. معانا هنا دي كانت بتعملها لنا دايما مع الاكله ديتي. معايا يعني نص معلقه توم مفروم، حطيت عليه ملح وكمون ومعلقتين زيت. وبجيب الطماطم اغسلها حلو وبقطعها 4 كده زي ما انتم شايفين، وابدا احشيها. الطماطم ديتي هي كان لها اسم بس مش فاكراه، فاللي فاكر اسمها يكتب لي في التعليقات اسمها، كانت اسمها يعني الطماطم دي.
كانت معروفة قوي زمان. والله ما في احسن من خير زمان وايام زمان. ياه. والله انا فاكرة لما كنا بنروح نتجمع عند جدتي الله يرحمها يا رب ويغفر لها. إيه اي حاجة كانت بتحطها لنا كانت بيبقى لها طعم كانت بتبقى جميلة. الله يرحمهم يا رب. حمرت البطاطس بقى زي ما انتوا شايفين كده وضفت عليه شوية كمون وشوية فلفل، وبدأت اغرف بقى الرز. وانا كل شوية هغرف في اطباق مرة واحدة في الصينية عشان اخلص، مش كتر مواعين طبعا. حطيت بقى مطرح بعد ما خلصت البطاطس، حطيت في نفس الزيت بتاعه حمرت البيض. ودوت كانت الاكلة بتاعتنا بعد ما خلصناها. رأيكم فيها؟ سريعة خفيفة لطيفة جميلة. ولسه معانا ونكمل نكمل تاني ونقولها تاني. واللي ليه ذكريات زمان مع جدته مع جده. انا بصراحة ما وعاش على جدي، يعني انا جدي توفى قبل ما ماما الله يرحمها هي وبابا كانوا اتجوزوا، فما وعاش عليه، ما وعاش الا على جدتي الله يرحمها يا رب. كانت طيبة قوي قوي قوي. بصوا، احنا كل فيديو نقعد نحكي قصة حياتنا ونشر نفسنا بقى ونقول للناس كلها خصوصياتنا. ما احنا بقى ما بنكنش مش لاقيين حاجة نقولها، فنحكي بقى قصة حياتنا. فبقى فانا رجعت لكم بقى تاني نكمل بقى نعيد تاني الطماطم تاني نعملها تاني. ما عندنا فراغ بقى، فراغ وفضا. المهم عملنا الطماطم اللي كانت ام الله يرحمها بتعملها، وعملناها تاني بنفس الطريقه اللي احنا عملناها في المره الاولانيه، وعدنا نفس اللي احنا عدناه برضو في المره الاولانيه عدناه تاني. علشان ابقى معاكم بقى وتبقوا دايما كده سامعين، احس بقى معاكم بقى في القناه بقى وتفرحوا بقى كده. انا عايزاكم اول ما تشوفوا القناه تشوفوا كده يوميات اموله. خلاص احنا هنفتح على القناه. ده الا اموله لازم نتفرج عليها. مش هلاقيكم ما تشوفوش يوميات اموله خلاص، ولا تقولوا لها انت فين. مزعليني، انتم مزعليني. عايزه تفاعل على القناه، تفاعل على القناه، وما تحرقوش العجه زي ما انا حرقتها وقاعده جنبها واقول ان شم ريحه شياط. اترن الشياط طالع من عندي مش من عند الجيران. تمام. ضفنا الكمون تاني، هنفضل نضيف الكمون طول ما احنا قاعدين على البطاطس، هي مره واحده بس. وبالشكل دوت هنكون خلصنا الاكله بتاعتنا زي ما انا قلت لكم برضو دلوقتي. والحمد لله اكلناها بالف هنا على قلبنا وعلى قلبكم لما تعملوها ان شاء الله. وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه، اللي انتم مش معبرينها خالص ديت ولا سائلين فيها اعملوا له فيها اشتراك. للي مش مشترك واللي بتفرج وما بيشتركش لو سمحت اشترك لو سمحت. ويلا استودعكم الله، دمتم في رعايه الله، مع الف سلامه. وكل سنه وانتم طيبين. مش عارفه بمناسبه بس مع السلامه.